هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكل المستمعين لإذاعة المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويستهل ساعة اليوم الأربعاء 23 من مارس بقراءة الأخبار، ثم تعليق الإذاعة على مزاعم النظام بارتفاع قيمة صرف عملة النقفة. يلي ذلك فقرة عن ذكرى معركة تقربة من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف، ثم نعيد عليكم الجزء الأول من التقرير الذي كتبه القاضي سليمان صديق عن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. متابعة طيبة ومفيدة. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار من إذاعة المنتدى، أبدأها بأبرز العناوين. حملات تفتيش شرسة عن الهاربين من وحداتهم واغتصاب فتاة قاصر بدق محري. ما يسمى بالجيش الشعبي يحدد سن المسموح لهم بالسفر وقيمة الضمان المالي للمسافرين. سلطات العصابة الحاكمة تهجر سكان مناطق عقم بسة ورئس عدي لمنعهم من تجميع خام الذهب. إلى تفاصيل الأخبار. بدأت سلطات الاستبداد في تنفيذ برنامج تفتيش صارم ودقيق بحثا عن المختفين من وحداتهم في إطار حملة أمرت بها وزارة الدفاع في بداية هذا الأسبوع، وتشمل الحملة الشرسة كل أنحاء البلاد، ويتم خلالها اعتقال من ليس لهم تصاريح مرور صادرة من الوحدات العسكرية بما في ذلك الإناث دون النظر إلى أعمارهن. وتصاحب حملات التفتيش والمداهمة الكثير من الانتهاكات التي يندى لها الجبين، منها اقتحام منازل المواطنين في الليالي وتفتيش وتخريب ممتلكاتهم في حالة عدم وجود الأشخاص المطلوبين. كما تقوم سلطات الاستبداد بانتهاك أعراض الناس باغتصاب الفتيات والنساء دون وازع إنساني نكاية بأقاربهن المختفين. وفي هذا السياق قامت في الآونة الأخيرة وحدة من الفرقة 51 التي تقود حملة التفتيش والمداهمة بمدينة دق محري باقتحام منزل المواطن قبر إزقابيهير بحثا عن ابنه يوهنس المتغيب عن وحدته العسكرية لما يقارب العامين. وعندما لم تعثر عليه قامت باقتياد أخته القاصر سلام قبر إزقابيهير الطالبة بالصف التاسع إلى مقر الوحدة حيث تم اغتصابها هناك. وعندما التحق شقيقها بوحدته اقتيد هو الآخر بتعسف إلى المعتقل حيث يتم تعذيبه بغرض إذلاله وردعه عن الانتقام من مرتكبي العمل الشنيع الذي طال شقيقته. والجدير بالذكر أن أوامر وزارة الدفاع في هذا الصدد واضحة وتهدف إلى الانتقام من منتسبيها الهاربين باحتجاز أقاربهم وزوجاتهم وشقيقاتهم واستخدامهم في الأعمال الوضيعة بالمقرات العسكرية
وذلك في محاولة رخيصة لإجبار المختفين للالتحاق بوحداتهم، وهو أسلوب لم يتم استخدامه من قبل في كل تجارب الشعوب مع الاستبداد والمستبدين. أصدرت قيادة ما يعرف بالجيش الشعبي أمرا يقضي بتحديد سن المسموح لهم بالسفر إلى الخارج بأكثر من 52 عاما، بعد إيداع ضمان مالي يصل إلى 200 ألف نقفة عن كل مسافر، ولا يسمح لمن هم دون السن المشار إليه بالسفر إلا في حالات خاصة تبت في شأنها لجنة شكلت لهذا الغرض. وكانت قيادة الجيش الشعبي التي أدمجت مؤخرا تحت إمرة هيئة الأركان العسكرية بوزارة الدفاع قد منحت صلاحيات واسعة تخول لها نقل منتسبي الجيش الشعبي وفق ما تراه دون الرجوع للوزارات التي يعملون بها، ودون استشارة لأي جهة معنية بالإدارة الشعبية مثل إدارات المناطق والأحياء السكنية، وهي الأكثر إلماما بالظروف الخاصة بالمواطنين. كشفت مصادر مطلعة بإقليم شمال البحر الأحمر عن مخطط تعكف على إعداده إدارة الإقليم والجهات الأمنية والعسكرية، ويرمي هذا المخطط إلى تجميع سكان القرى والضواحي في محيط المنطقة الواقعة بين عجنبسة ورئس عدي بغرض منع التنقيب الأهلي الذي نشط مؤخرا بعد اكتشاف المواطنين لكميات متفاوتة من خام الذهب. وكخطوة استباقية تهيئ لتنفيذ المخطط الذي يتوقع أن يواجه باحتجاجات من السكان المحليين، قامت السلطات بنشر وحدات تابعة للفرقة 61 مشاة التي يقودها العقيد برخت كورنفوت في المنطقة، وبدأت تلك الوحدات في إجراءات تفتيش الرعاة وتحديد مسارات لحركتهم من وإلى المدن المجاورة. وتتوقع المصادر أن يتم ترحيل مواطني المنطقة المذكورة إلى بلدة قحطيلاي تفاديا لحدوث أي إشكالات محتملة بسبب ما سيخصص لهم من أراضٍ سكنية، بوصف أن منطقة قحطيلاي فيها الكافي من الأراضي لاستيعاب المرحلين. بدأت سلطات الهجدف في وضع اللمسات الأخيرة للاحتفال البذخي بالذكرى 25 لجلاء الاحتلال الإثيوبي من البلاد، حيث تتقاطر إلى أسمر الآن وفود ما يسمى بتشكيلات الهجدف بالخارج. كما نشط بعض سماسرة الهجدف في القيام برحلات مكوكية بين أسمر وعواصم أوروبية وإفريقية بحجة الإعداد لمشاركة فرق فنية في البرنامج الثقافي للاحتفالات، حيث يقوم المدعو ياريد تسفاي بدور المتعهد والمنسق لمشاركات الفرق الفنية الإفريقية والأوروبية، وتم رصد مبلغ مالي كبير له. الجدير بالذكر أن تلك الإعدادات غاب عنها أي اهتمام بمشاركة دول الجوار القريب، وعلى رأسها السودان، حيث توضع مشاركات السودان في ذيل قائمة الاهتمام دائما. نهاية النشر. صوت المنتدى. ارتفع سعر النقفة أم سقطت ورقة التوت عن فخامة الرئيس؟ تبقى الأحداث والأقوال راسخة في الأذهان مهما مضت السنوات، خصوصا الموثق منها والمتعلق بمعيشة الناس وحياتهم. فقد يذكر الجميع أنه وعندما أعلن أفورقي للمرة الأولى عن عزم حكومته إصدار عملة سيكون اسمها نقفة، قال لصحيفة إريتريا الحديثة في 21 من سبتمبر عام 1996، قال: لا يخفى على أحد أن وجود عملة وطنية سيفتح مجالات واسعة لتنفيذ البرامج الاقتصادية وفق السياسات التي تضعها الحكومة، ولكن الاعتقاد بأن العملة ستحدث تغيرا في الاقتصاد من تلقاء نفسها هو رأي خاطئ، لأن العملة ليست أكثر من ورق، والورق في حد ذاته لا يمكن أن يكون اقتصادا. فتقوية وتطوير الاقتصاد تكمن في العوامل الأساسية التي
تلعب دورا فاعلا وتؤثر في تقوية الاقتصاد، على حد تعبير أفورقي. الآن وقد أصبح الهم الشاغل هو الوضع الاقتصادي في إريتريا، تعود للأذهان تلك الكلمات: هل نسي السيد الرئيس ما قاله حينها؟ هل أصبح الورق مجرد ورق يحدث تطورا ونموا في الاقتصاد؟ أم أن الرئيس يريد أن يختم حقبة التيه بمزيد من التوهان؟ بالتأكيد سيظل الورق ورقا حتى لو كان ورق بانكنوت، وستظل الموارد وتنامي الخدمات هي المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وستكون الحقيقة اللاذعة هي أن المدعو إسياس أفورقي قاد ومارس أبشع مشروع تخريبي في إريتريا، وإنه عندما أعلن عن إنزال النقفة للتداول عوضا عن البر الإثيوبي لم يكن يهدف إلى فتح مجالات أوسع لتنفيذ البرامج الاقتصادية، بل كانت له دوافع ومحركات أخرى سنتطرق لها في مساحات أخرى عند الحديث عن الحرب الإريترية الإثيوبية الثانية. إذا عدنا لما يحدث الآن من تداعي مريع للخديعة التي عرفت بتغيير طبعة النقفة وما لحق بها من إجراءات وضعت الأموال كلها في يد السلطان الهجدف وزمرته الغاشمة، التي بدأت الآن تتشدق بوفرة السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها وتعافي القوى الشرائية للنقفة وغيرها من الهرطقات المبتذلة، يمكننا الحديث عن الموات الذي أصاب أكثر القطاعات حيوية في إريتريا، وهو قطاع الزراعة الذي كانت البلاد تعتمد عليه بنسبة 80%. الشاهد الآن أن القطاع الزراعي قد أصابه الشلل بنسبة تفوق 80% من شقيه في الزراعة والإنتاج الحيواني. وأتت نتائج بيع ورق النقفة في السوق المعد سلفا لأن تتحكم فيه مؤسسات الهجدف حزب الحكومة. بالنسبة للمزارعين هناك محاصيل بيعت لكن لم تغطي ربع تكلفتها، وخسائر لا مجال لتغطيتها، وضرائب لا طاقة لهم بها، وسياسات حكومية تضغط على المنتج وتطلق يد الوسطاء والعوالق والطفيليين. إن كان كيلو الطماطم مثلا يباع في أسواق أسمرة بمبلغ 10 نقفات، فالزارع يقبض منها فقط نقفتين، والباقي يكنزه الوسطاء الذين هم في الغالب الأعم من رجال المؤسسات الاقتصادية للهجدف نفسها. بالتأكيد ليس هنالك من يستطيع الاحتجاج علنا، لكن أي مزارع يملك قرار أن يزرع في الموسم المقبل أو لا يزرع، وهذا ما يجعل شبح ندرة الخضروات يبدأ في التخييم منذ الآن. وسيكون الخبر القادم والذي يعرفه الجميع سلفا هو أنه لن يكون في أسواق إريتريا خضروات منتجة محليا منذ نهاية إبريل المقبل. ونجد ذات الحكومة المتغابية تنظم اللقاءات وورش العمل المتخصصة في السدود وحفظ المياه وترشيد الري للعمليات الزراعية، متناسين أوضاع الزراعة والمزارعين، ومتجاهلين الأدوار السلبية لما تسمى باتحادات منتجي الخضر والفاكهة المغلوبة على أمرها. ولم تزل الحكومة الظالمة تغمض أعينها عن ما يعرف بمافيا ماركاتو القابضة على سوق المحاصيل الزراعية. الحكومة التي تتحدث عن العوامل الفاعلة في تقوية الاقتصاد لم تدخل حتى الآن عائدات التعدين ضمن الدورة الاقتصادية، ولا أحد يستطيع مجرد السؤال عن ذلك التناقض المريع، كما لا يجرؤ أحد أيضا على الحديث عن مآلات تلك الأموال الطائلة ولحساب من تذهب. لكن السؤال الواجب هو: ترى ما هي السياسات التي يتوجب أن تضعها الحكومة ليصبح الورق ليس مجرد ورق؟ هل مجرد الرفع الصوري لقيمة النقفة مقابل الدولار كافي لأن يرتفع معدل الدخل السنوي للفرد الإريتري في مضابط البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية؟
هل اعتماد أي تقارير عن نمو اقتصادي في إريتريا ومهما كانت نسبته بديل أو مقابل للتدني الحقيقي في مستوى معيشة المواطنين؟ تحقيق وإنجاز الأمن الغذائي أحد واجبات الحكومة، وهو أيضا من أهم حقوق المواطنين، لذا يعد أي تغول أو فعل يؤدي أو يقود إلى مهددات الأمن الغذائي للمواطنين من الانتهاكات الصارخة للحق في العيش بكرامة واطمئنان، وهذا ما يمكن إضافته لسلسلة الانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها حكومة الهجدف ضد شعبنا الإريتري، إذ أن القلق على استمرار سبل العيش من العوامل الباعثة على الضغوط النفسية المتزايدة يوما بعد يوم. كما بدأنا هذا التعليق باستدعاء خطاب تاريخي وملزم للحكومة الإريترية، نختم التعليق أيضا بتذكير ضروري وهام للمرسوم رقم 69 الصادر في 14 من يوليو عام 1997، والذي جاء فيه: إنه من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي يتطلب وجود سياسة مالية ونقدية مستقلة، ولتحقيق كل ذلك لا بد من وجود عملة وطنية، وهذا كله يحقق استقرار الأسعار واستقلالية صرف العملات والحفاظ على توازن مستمر في العملية التجارية وتوفير العملات الأجنبية. كان هذا النص من مرسوم إصدار النقفة، ولو تم قياسه على الواقع الآن بعد تجربة 20 سنة يمكن تفنيد ما جاء في المرسوم على أنه لم تنجز التنمية الاقتصادية ولا التطور الاجتماعي، ولا توجد أي سياسة مالية غير الخبط العشوائي والأوامر المحكومة بالمزاج الخاص، ولن تستقر الأسعار لأنها لم تأتي كنتيجة لعملية اقتصادية حقيقية، ولم تتم استقلالية صرف العملات بل قيدت بسلاسل مرهقة، وعليه فقد التوازن المستدام في مجمل العمليات التجارية والاقتصادية. وفي ظل هذا الواقع يصبح الحديث عن توفير العملات الأجنبية ضربا من الخيال، فالمطلوب من سلطات الهجدف الآن توفير العملة المحلية وإطلاق سراح ما حبسته من أموال المواطنين. نعم، مطلوب منها فقط توفير النقفة، وبالتأكيد هذا مطلب مشروع واستحقاق إنساني. هاجرنا صبغتي إريتريا صبغتي تنتنا بلاكي مسكوت عسبيتي حاسر المكران مسكوني عجانا أبسدتك النبر وينون رجانا أبعيني متيخي كجلي الكني عم بابا حقري ترقيغن كيه بحر خبا كما يالو ولا خبر ساخي كما يالو حقاي كرام تغي كما يالو أزمرك وعخي كما يالو قطر كتماخي كما يالو وتصعوز بخخ كما يالو زمان حسين وزمان كله كبابراخو فتحي صبر هيواتن نبرتن قزيان زتخفلو زي أمن تاريخات حياة زوعلو انت فتح مبارن ملكي دخينو اجاو يترفنيو على ما جغن اب عيني متيخا تجلي الكاني
أنبسا سحلي ترأيغن جيقنا ودعفا نبيبلي بريرا يحوخ نبيبلي برهد سعدا ختا نبيبلي صالح تتوكتا نبيبلي إسياس فرنسا نبيبلي ودفن كل جيقنا نبيبلي أبراهام تولي نبيبلي على إبراهيم كتا نبيبلي سلازة سقوو نبتلي فينات مليعو من نبلي كندهيز بديت هزالي نزي كوانا نيرو زكلو قالسنا عم صالخا تبدل حزبنا مرجانا كايد أمكن دي زبالكم جاقانو ياتاتي أبسال ما تسفيركم أب عيني متيخوم كجليلكموني قبال السورانا ترايخون السلام لي نبيبلي هايلة درعكتا نبيبلي بيت ودد أبرها نبيبلي برهان قرزكير نبيبلي عقب أبرها ختا نبيبلي محمد شريفو نبيبلي استدهلي حقر متليمو من نبلي عدفيوم لك يسورون هلي حقرنا زبغتي إرترا من شوتي تنطنا باللاكي مسكول عسبيتي حصار المكران مسكوني عجانا أبسدتك النبر وين مرجانا أعزائي مستمعي إذاعة المنتدى، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا أحمد شريف يحييكم ويرحب بكم في برامج الساعة لهذا اليوم، والتي في إطارها يتناول موضوعا تحت عنوان تجربة، محطة لإعادة قراءة التاريخ. فأهلا بكم. مستمعينا في كل مكان، تحية عطرة بعبق تاريخنا المجيد وعزنا الشامخ ومجدنا التليد. ففي كل منعطف من زوايا التاريخ سطر شعبنا الأبي ملامح من بطولات غير مزيفة كما وصفها شاعرنا الهمام. كل البطولات في التاريخ داخلها فن التخيل تلوينا وتزيينا، إلا بطولتنا جاءت مبرأة، فالفعل نبدعه والقول يعيينا. أيها الشعب الإرتري البطل، نحييك ونحيي فيك كل ألوان الصمود والتمترس في رحابك،
عزيز أنت يا وطني. في كل ربوع بلادنا الحبيبة قدم الشهداء كل غال ونفيس، ما هانت البلاد علينا، ولئن رحلنا فداها جميعا لا علينا. في حياة الشعوب محطات مضيئة تستهدي بها الأمم في مسيرتها القادمة، لا تقف عندها إلا من أجل الاستزادة، من معينها ينهلون ومن قيمها ينطلقون. تلك هي الشعوب الحية التي لا تركن إلى واقعها الذي قد يبدو مختلفا عن مسار تاريخها المشرق. وعلى النقيض من ذلك هنالك شعوب تلوك تاريخها دون وعي وتفكر، لتجد نفسها واقفة حيرى جاهلة مستقبلها، تتخبط ذات اليمين وذات الشمال. ويقينا أن الشعب الإريتري البطل هو من الشعوب الحية استقراء لحقائق التاريخ، هو من المعدن الذي لا يتوقف في محطة الندامة، بل يتأهب دوما لكلمة فاصلة بينه وبين الليل الأسود الطويل، يقولها دوما في نفسه: لا تحسبوا رقصاتي بينكم طربا. وإذ لم يكن الأمر كذلك، فكيف وقف رجال من بسطائنا خيرين في رؤاهم، صناديد في ذودهم والشمم، قالوا لا وألف لا لحكومة مزعومة إلى حنان أم غير شرعية ووحدة قاتلة ناصبة كاذبة. الاستعمار الأسود المدعوم بمخططات أممية، ذلك في منتصف ستينيات القرن الماضي، وقف النشامى في وجه الاستعمار الأسود القميع، معلنين بملء عزمهم، غير عابئين بما ستؤول إليه أوضاعهم من عذاب. كانوا مختلفين عن أولئك الذين باعوا الحياة والحق كلها من أجل فتاة لم يغنهم من جوع ولم يسعفهم من محاق، أعلنوها في وجه من زعم أنه يحكم بأمر الله: إما حياة لنا بالعز قد نسجت، أو روضة كللت بالدر والدرر. أيها الشعب الإريتري البطل، يا من وقفت وما في الموت شك لواقف، في ملحمة تجربة بدرنا المبين في وجه الظلم والظالمين، في العام 64 و900 وألف، بداية ملحمة المواجهات العسكرية بين الخير والشر، وتوالت بعدئذ واحدة بعد أخرى ملامح وبطولات، حتى محو آخر ملمح من ملامح الذل والاستعباد والاستعمار القميع في العام 91 و900 وألف. وصل شعبنا الأبي إلى حلمه المنشود بعد استمرار النزيف الشريف على صفحة الوطن، محلا بالأزاهر والشموخ. ملحمة تجربة، وقد سبقتها مواجهات كانت هي الأخرى، مشارق الفجر الوضاح ومغارب الظلم المغلف بالأمان من أسد يهوذا الذي دفن تحت كرسي عرشه ليكون لمن خلفه آية، وهي سنن الله في خلقه لمن ألقى السمع وهو شهيد. تجربة، ملحمة الإباء الخالدة، أكدت حقيقة كونية راسخة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، بإذن الله، بإذن الله وصمود رجال أوفياء أنقياء، وضعوا حجر أساس قويم لا يبيد ولا يلين، قد يطول صبره، إلا أن هبته هي هبة ساحقة ماحقة. كانت تجربة صك وفاء لأرض أبية، خلفت من بعدها ملاحم بطولية هي الأخرى عابقة راسخة. نذكر منها جبهة شمال شرق الساحل وقاو إز، جبهة نقفة نادو إز، بطولات جبهة عاشور، عد يعقوب، سالينا، جبهة جندع، وك دبة، جبهة دكمحري، فانقل الصمود. كل تلك الملامح لم تكن إلا محصلة منطقية مشرفة لتلك الوثبة الأولى، والتاريخ نهر من الحقائق لا تفصله صحار افتعالات عن عمد أتت، أو محاولات لطمس حقيقة رسخت، أو نشوة حلمت. وإلى كل الذين يقفون عكس حقائق التاريخ، فليعلموا أنهم بذلك يحكمون على بقائهم بالرحيل ولا تساعة مندم.
عمل خيب أتوم سلولو نادو نقفح الجنابيلو نادو نقفح الجنابيلو يكألو جبنا كثيرون هم الذين تدفعهم أرحام النساء إلى العالم كل يوم، وكثيرون هم الذين تبتلع القبور أجسادهم كل يوم، ولكن قليلون جدا هم الذين يكتبون أسماءهم بأحرف من نور لتبقى رموز ومعالم تلتفت إليها الأجيال من بعدهم. ومنهم شهداء مسيرتنا، مسيرة شعبنا الظافرة من تقرب حتى فنقل، شهداء ملحمة تقرب، وكل من سقطوا من أجل من ذاق الظنا هم من أولئك النفر الميامين الذين يلحون علينا صباح مساء أن نعيد قراءة التاريخ قراءة أمينة من جديد جراء ما تشابه علينا من تاريخنا المنطوق وآخر المسكوت عنه أو مجهول به عن قصد. فالشعوب التي تبتر جزءا من تاريخها وتضعه في زاوية المهمل حتى ولو كان مما لا يسر هي شعوب لا تقوى على مقارعة الحقائق، والتي ما فتئت ستطل برأسها ذات يوم شاء من شاء وأبى من أبى. تقدير تلك المحطات ونقلها للأجيال قضية محورية في مسيرة الأمم، ليس للتشفي والشنآن. وقد أكد شعبنا الأبي هذه الحقيقة عندما تسامى وصافح وصفح عن أولئك الذين أجرموا بحق الوطن والشعب، فكانوا من بعد توبتهم من الحاملين لشعلة النصر، وقد دخلوا أسمرا مع الفاتحين. والشعب الإريتري الصامد اليوم على استعداد لمصافحة كل من يعود إلى الصواب ويساهم في اقتلاع المجموعة التي تتاجر بعرقه ودموعه لمصلحة من نجتز جزءا من تاريخنا ونرمي به في سلة النسيان. إن الذي بين تقرب فاتحة الصمود وبين فنقل خاتمة المطاف هو بعينه الذي بين الأرض الإريترية والإنسان الإريتري. عزيزي المستمع، كيف ننهض بأمة شاء لها من شاء طمس جزء من تاريخها؟ نحتاج إلى معادلة وطنية خالصة للإجابة على كيفية قراءة التاريخ. فإذا كان المؤرخون يرون بأن لا طريق لقراءة التاريخ إلا من خلال القراءة الشاملة وعدم تجميل التاريخ وعدم تقبيحه والقراءة المركزة أولا وغيرها من العوامل، فإننا في هذا المأزق الخطير الذي يقف على صدر شعبنا الأبي مدعوون أكثر لإقامة مصالحة تاريخية بكل محطاتنا النضالية، تقديرا واحتراما لشعبنا الباسل دون إحساس بالغبن أو محاولة لاستمرار سياسة طمس الخلف لمسيرة تاريخ السلف. تاريخ هذا الشعب المقاوم منذ فجر ميلاده يلح على الجميع في الداخل أو في الخارج أن نعيد قراءة التاريخ قراءة صادقة منصفة، وننطلق بكل قوانا التاريخية وصمودنا الوطني أمام صلف الطغاة والمنبتين عن الجماعة الذين لا أرضا قطعوا ولا ظهرا أبقوا. علينا وضع القوس في سهمه لا خارج نصله لندمي به عين من يبيع أمانة الشهداء ويتاجر بها في سوق النخاسة. لا تمنعه وصية الراحلين ولا بيعة الصامدين على الكفاف والجفاف ولا دمعة الأمهات الذارفات على أكبادهن وأرحامهن عبرات الحسرة والندم. يكاد الكل يقول من أين أتى هؤلاء؟ ما هذا الجنون والصلف؟ لمصلحة من يعمل هؤلاء؟ مستمع الكريم، استقراء للواقع الذي عشنا بعضا من تفاصيل ملامحه، وشوقا إلى جنة وطنية أكلها دائم وفيئها يسع الجميع، فإن جزءا من أزمتنا هو أننا ابتسرنا جزءا من تاريخ أمتنا ووضعناه في خانة سقط المتاع عن عمد وقصد، وتلك حقيقة تاريخية حتى ران عليها ما ران على كثير من الشعوب التي قفزت على حقائق تاريخها استعلاء واستكبارا، فكان حصادها بعض ما نعاني. وقبل فوات الأوان فقد صحى فيها ضمير الوعي وأعادت مفاهيم كثيرة إلى الطريق الصحيح.
فاستقام أمرها وشقت طريقها نحو غد أكثر قوة وثباتا، وأخرى من الأمم فسقت عن أمر رشدها وازورت عن تاريخها كيف شاء لها الهوى وكيف ما شاء لها هوى الحاكم، فضلت وأضلت وجرت عليها سنن الكون، فتخلفت عن أصحابها وأدركها الفناء بعد أن تبعت غوايتها، وأصبحت من الأمم الذين كانوا بالأمس هنا تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. إن الوطنية التي لا تقف على أرض تاريخها تظل وطنية مزعومة وإن تمسحت بألوان الطيف الوطني، وأيضا مآلها الزوال وإن تنفست الهوى. لا يسمنها تقلب الرأي على الآخر، ولا يقويها سلطان القهر والازورار. لا تستطيع معالجة تحدياتها المتجددة المعاصرة، ولأن بلادنا وبفعل فاعل صارت في أتون تزوير التاريخ وطمس ملامح من ماضينا عن جيل بكامله لا يعرف شيئا عن أيامه التي خلت، ولا عن زعمائه وقياداته التي في محراب الصمود أبلت. وبعد كل هذا وذاك نتمنى أن يستقيم الظل والعود أعوج. الكل مطالب اليوم عزيز المستمع على ضرورة إعادة قراءة التاريخ، قراءة نستهدي بها اعوجاج المنطق والسير على طريق التقدم. وليس كبير على الشعب الإريتري البطل أن يقوم ويفعل ذلك، فقد أكد عن جدارة واستحقاق أحقيته بالعيش تحت الشمس وفوق الأرض مرفوع الرأس، مالكا قراره، سيدا على أرضه بطريقة أذهل بها الأعداء قبل الأصدقاء. كان ذلك في العام 91، فماذا حل بعدئذ لنرى ما نراه. اليوم الجميع مطالب بالعمل والحفاظ على ذاك الإنجاز، مع تقدير واحترام لكل قواسم تاريخ نضالنا المشترك. ومن هذا الفهم العميق تنادت على ذكرى ملحمة تجربة في ذكراها 52 الجالية الإريترية بمدينة ميلبورن أستراليا تحت رعاية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي مساء السبت 19 من مارس الجاري للاحتفاء بملحمة تجربة التاريخ. اشتمل الاحتفاء الخطابي على عرض فيلم وثائقي لمسيرة الكفاح المسلح لشعبنا المغوار، وكانت للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي كلمة أخرى عن المناضلين القدامى، وأخرى مماثلة لرئيس الجالية الإريترية بمدينة ميلبورن، وقراءات شعرية ترنو إلى رحاب وطن نحلم به ليلا ونهارا. وسط حضور الكبير افتتح الاحتفاء بوقفة حداد على أرواح شهداء الثورة الإريترية، ثم كلمة المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وقد أشارت إلى أن الدروس المستفادة من ملحمة تجربة هي أن الإرادة الحرة أكدت عزيمة المقاتل الإريتري، وكان عنصر التحول الأساس في ميزان القوى. اليوم نحن نخوض معركة أخرى في ميدان الحرية الوطنية الإريترية، نستلهم معاني تجربة مع إدراكنا للفرق في طبيعة الصراع، حيث نخوض اليوم معركة تحرير الإنسان بعد اكتمال تحرير التراب وتحقيق الاستقلال الوطني من المستعمر الإثيوبي. إن الإرادة الإريترية هي سلاحنا، وأن التجربة ستظل نبراسا نستهدي بها في الكفاح والعمل المشترك ضد الدكتاتورية. إن معركتنا كقوى وطنية إريترية معارضة ضد النظام والعصابة الحاكمة في إريتريا هي معركة إرادة تتطلب الصمود وقبول التحدي ونكران الذات والانتصار لمعاني الحرية والكرامة الوطنية. وأشارت الكلمة إلى أن الجماهير الإريترية تنتظر إلى طليعتها اليوم لأخذ زمام المبادرة، ومن ثم تقديم الدعم والمساندة للقوى التي تتصدى لحكم العصابة بما يتوفر لديها من إمكانات لتحقيق تطلعات الشعب الإريتري في العيش بحرية وكرامة. في الختام، تجربة عزة كنا نعد لها فأصبحت تاج عز ناصع السير. تجربة هبة أبلى الجميع بها كان النذير أناشيدا من القدر. تجربة علم سر الصديق بها أما العدو هما في الذل والخور. تجربة وطن لا لن تبدله
ولا أبا لك من جن ومن بشر. من يومها هزم البغي الذي محيت أرتاله في الوغى ندمى بلا أثر. وأصبحت شمسنا في الكون ساطعة تبدد الليل مقهورا من القهر. تكشف الحلم في أصداء ألسنة كانت كما الموج في تنهيدة البحر. حتى انتزعنا الذي كنا نؤمله وقد حلمنا به دهرا من العمر. تقربا أقبلت في ثوبها ألق هي النشيد وبعض من هوى قدري. وقد يعيد لنا التاريخ دورته تقرب الغد تأتي من سنى القمر. كان معكم أحمد شريف هنا المنتدى. تحية لكم والسلام عليكم. كتب القاضي سليمان صديق عن حقوق الإنسان وحالتها في إريتريا ما يلي: انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. لا شك في أن الشعب الإريتري حين أعلن ثورته ضد الاحتلال كان يسعى إلى تحرير البلاد من القمع والتبعية والاستبداد، وكان يرمي إلى التخلص من كل مظاهر الظلم والجهل والفساد. وبعد 30 عاما من التضحيات الجسام تمكن الشعب الإريتري من إحراز استقلاله الوطني، إلا أن النظام الذي تولى مقاليد السلطة تنكر لأمانة الشهداء، فأقام نظاما متخلفا يتبنى الظلم والاستغلال والقمع والإرهاب والاعتقال للمواطنين والتعذيب والاغتيال المادي والمعنوي للمناضلين. الأمر الذي أدى إلى مجموعة من النتائج والتداعيات السلبية التي تقف وراء كل مظاهر العجز التي تعاني منه البلاد حاليا في كافة الأصعدة، والفشل والتخلف الذي تعرفه في كل المجالات. وباستعراض انتهاكات النظام وجرائمه نجد أنه قد كمم الأفواه وغيب الحريات وأطلق الصحف وصادر الممتلكات، وشرد آلاف المواطنين بتهجيرهم من قراهم قسرا إلى مناطق أخرى لا يعرفونها ولا يألفونها، سعيا منه إلى خلق مجتمع جديد يرضي طموحه وغروره وينسجم مع أحقاده وشروره، وأحال الوطن إلى ساحة للموت والدمار.
بزج الشباب في أعمال السخرة الشاقة وأتون حروب عبثية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بحجة الدفاع عن حياض الوطن وسيادته ومكتسباته، في حين أن الوطن في ظل هذا النظام الغاشم يقطع أوصاله وتمتهن كرامته ويطعن في شرفه كل يوم. فأي سيادة وأي شرف لوطن يفر منه أبناؤه، وأي كرامة أو مجد لبلد يعم الرعب في نفوس مواطنيه. اعتمد هذا النظام في علاقاته الخارجية أسلوب الإغارة والعدوان وشن الهجمات واحتضان حركات التمرد للدول المجاورة، بحيث يزعزع أمنها ويربك استقرارها، ليعود بعد ذلك ليمثل دور الوسيط الساعي للسلام والأمن في المنطقة. وهكذا فقد تلاشت الأحلام الجميلة في بناء وتعمير الوطن الذي يسع جميع أبنائه ويعيش في سلام مع جيرانه، وطن قوي ومزدهر من خلال مشاركة المواطن المالك لإرادته الممارس لكل حقوقه وحرياته. ولا يسعنا هنا رصد كافة انتهاكات حقوق الإنسان الإريتري، ولكننا نستعرض جانبا منها، وذلك ليس للندب والبكاء على الحال، وإنما لكشف جرائم النظام الحاكم وتعرية ممارساته القمعية ونسف تناقضاته وتفنيد ادعاءاته بالتنمية والإعمار. ولا بد أن نذكر أن جرائم القتل والتعذيب والاعتقال وغيرها من الجرائم التي تغترف، ووجود آلاف المعتقلين في السجون دون محاكمة، ليست خطايا نظام بقدر ما هي سياسة حكم وأسلوب إدارة مصدرها البناء الفكري لذهنية رأس النظام الحاكم. وأن الراصد المتأمل لا يملك وهو يرى هذا الواقع المؤلم والانهيار الشامل إلا أن ينعي هذا النظام الذي يستحث الخطى في طريق نهايته. ولعل في هذا ما يدعو المعارضة الإريترية إلى التفكير بجدية في وسائل توحيدها وتفعيل دورها حتى يكون لها القدح المعلى في الإصلاح والتغيير الذي لن يأتي بالتأكيد منحة، فما نيل المطالب كما يقول الشاعر بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وهنا صورة من انتهاكات النظام الاستبدادي لحقوق الإنسان في إريتريا. منذ ظهور مجموعة إسياس أفورقي في الساحة الإريترية في فترة الكفاح المسلح، ظلت تمارس صنوفا من الاضطهاد والإرهاب والتنكيل بالمناضلين، وألوانا من الانتهاكات بحق المواطنين، وذلك تحت دواع ومبررات مختلفة. واستمرت هذه الزمرة في نهجها بعد إعلان الدولة الإريترية المستقلة بصورة أشد وأقسى وبمسوغات وذرائع متعددة. وطالت هذه الانتهاكات كافة فئات وشرائح المجتمع الإريتري، مما أدى إلى تشريد الشباب من الوطن وإلى إفراغ البلاد من الشعب. وما زال النزيف البشري مستمرا، حيث نجد أمواجا جديدة كل يوم من اللاجئين تعبر إلى دول الجوار بحثا عن ملاذ آمن وحياة أرحب وأفضل. ويحسن بنا ونحن نتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا أن نعرف هذه الحقوق. فما هي حقوق الإنسان؟ لعل كثيرا من الفقهاء القانونيين يجمعون في تعريفها على أنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا من دونها بكرامة كبشر. ومن خصائصها أنها حقوق لا تشترى ولا تكتسب، وأنها حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف. وبهذا المعنى هي حقوق متأصلة في كل فرد وواحدة لجميع البشر بصرف النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني
أو الخلفية الاجتماعية، حيث ولدنا جميعا أحرارا ومتساوين في الحقوق والكرامة. إلى جانب ذلك هي حقوق عالمية ليس من حق أحد كائنا من كان أن يحرم منها شخصا آخر. وتضمنت الكثير من الصكوك والمواثيق الدولية قضية حقوق الإنسان، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 من ديسمبر عام 1948. وجاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الواقع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان يتضمن الحقوق المتفق عليها على أوسع نطاق في العالم، والرسالة الأساسية للإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة وحقوق ثابتة. واعتمد هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أسلفنا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وركز على الحقوق الأساسية لكل شخص بغض النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه وإلى آخره. ونص الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد هذه الحقوق ليس بالنسبة لمواطنيها فحسب، وإنما أيضا بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. وهكذا فإن الحدود السياسية أو الوطنية لا تشكل مانعا في مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومنذ اعتماد الإعلان أصبح هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان، وقد انعقد في العام 1993 مؤتمر دولي جدد المشاركون فيه التزامهم باحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته. وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعب دورا هاما في تشكيل القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون وآلياته، بيد أن لهذا الإعلان بصفته إعلان مبادئ عامة تأثيره الملحوظ في أوساط الرأي العام العالمي. ولحديث القاضي سليمان صديق بقية، سنعود بمشيئة الله إليه في حلقاتنا المقبلة. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار من إذاعة المنتدى، أبدأها بأبرز العناوين. حملات تفتيش شرسة عن الهاربين من وحداتهم واغتصاب فتاة قاصر بدق محري. ما يسمى بالجيش الشعبي يحدد سن المسموح لهم بالسفر وقيمة الضمان المالي للمسافرين. سلطات العصابة الحاكمة تهجر سكان مناطق عقم بسة ورئس عدي لمنعهم من تجميع خام الذهب. إلى تفاصيل الأخبار. بدأت سلطات الاستبداد في تنفيذ برنامج تفتيش صارم ودقيق بحثا عن المختفين من وحداتهم في إطار حملة أمرت بها وزارة الدفاع في بداية هذا الأسبوع، وتشمل الحملة الشرسة كل أنحاء البلاد، ويتم خلالها اعتقال من ليس لهم تصاريح مرور صادرة من الوحدات العسكرية بما في ذلك الإناث دون النظر إلى أعمارهن. وتصاحب حملات التفتيش والمداهمة الكثير من الانتهاكات التي يندى لها الجبين،
منها اقتحام منازل المواطنين في الليالي وتفتيش وتخريب ممتلكاتهم في حالة عدم وجود الأشخاص المطلوبين. كما تقوم سلطات الاستبداد بانتهاك أعراض الناس باغتصاب الفتيات والنساء دون وازع إنساني نكاية بأقاربهن المختفين. وفي هذا السياق قامت في الآونة الأخيرة وحدة من الفرقة 51 التي تقود حملة التفتيش والمداهمة بمدينة دقم حري باقتحام منزل المواطن قبر إزقابيهير بحثا عن ابنه يوهنس المتغيب عن وحدته العسكرية لما يقارب العامين. وعندما لم تعثر عليه قامت باقتياد أخته القاصر سلام قبر إزقابيهير الطالبة بالصف التاسع إلى مقر الوحدة حيث تم اغتصابها هناك. وعندما التحق شقيقها بوحدته اقتيد هو الآخر بتعسف إلى المعتقل حيث يتم تعذيبه بغرض إذلاله وردعه عن الانتقام من مرتكبي العمل الشنيع الذي طال شقيقته. والجدير بالذكر أن أوامر وزارة الدفاع في هذا الصدد واضحة وتهدف إلى الانتقام من منتسبيها الهاربين باحتجاز أقاربهم وزوجاتهم وشقيقاتهم واستخدامهم في الأعمال الوضيعة بالمقرات العسكرية، وذلك في محاولة رخيصة لإجبار المختفين للالتحاق بوحداتهم، وهو أسلوب لم يتم استخدامه من قبل في كل تجارب الشعوب مع الاستبداد والمستبدين. أصدرت قيادة ما يعرف بالجيش الشعبي أمرا يقضي بتحديد سن المسموح لهم بالسفر إلى الخارج بأكثر من 52 عاما بعد إيداع ضمان مالي يصل إلى 200,000 نقفة عن كل مسافر، ولا يسمح لمن هم دون السن المشار إليه بالسفر إلا في حالات خاصة تبت في شأنها لجنة شكلت لهذا الغرض. وكانت قيادة الجيش الشعبي التي أدمجت مؤخرا تحت إمرة هيئة الأركان العسكرية بوزارة الدفاع قد منحت صلاحيات واسعة تخول لها نقل منتسبي الجيش الشعبي وفق ما تراه دون الرجوع للوزارات التي يعملون بها، ودون استشارة لأي جهة معنية بالإدارة الشعبية مثل إدارات المناطق والأحياء السكنية، وهي الأكثر إلماما بالظروف الخاصة بالمواطنين. كشفت مصادر مطلعة بإقليم شمال البحر الأحمر عن مخطط تعكف على إعداده إدارة الإقليم والجهات الأمنية والعسكرية، ويرمي هذا المخطط إلى تجميع سكان القرى والضواحي في محيط المنطقة الواقعة بين عقمبسة ورئس عدي بغرض منع التنقيب الأهلي الذي نشط مؤخرا بعد اكتشاف المواطنين لكميات متفاوتة من خام الذهب. وكخطوة استباقية تهيئ لتنفيذ المخطط الذي يتوقع أن يواجه باحتجاجات من السكان المحليين، قامت السلطات بنشر وحدات تابعة للفرقة 61 مشاة التي يقودها العقيد برخت كورنفوت في المنطقة. وبدأت تلك الوحدات في إجراءات تفتيش الرعاة وتحديد مسارات لحركتهم من وإلى المدن المجاورة. وتتوقع المصادر أن يتم ترحيل مواطني المنطقة المذكورة إلى بلدة قحتيلاي تفاديا لحدوث أي إشكالات محتملة بسبب ما سيخصص لهم من أراضٍ سكنية، بوصف أن منطقة قحتيلاي فيها الكافي من الأراضي لاستيعاب المرحلين. بدأت سلطات الهجدف في وضع اللمسات الأخيرة للاحتفال البذخي بالذكرى 25 لجلاء الاحتلال الإثيوبي من البلاد، حيث تتقاطر إلى أسمر الآن وفود ما يسمى بتشكيلات الهجدف بالخارج. كما نشط بعض سماسرة الهجدف في القيام برحلات مكوكية بين أسمر وعواصم أوروبية وإفريقية بحجة الإعداد لمشاركة فرق فنية في البرنامج الثقافي للاحتفالات، حيث يقوم المدعو ياريد تسفاي بدور المتعهد والمنسق لمشاركات الفرق الفنية الإفريقية والأوروبية، وتم رصد مبلغ مالي كبير له. الجدير بالذكر أن تلك الإعدادات غاب عنها أي اهتمام بمشاركة دول الجوار القريب، وعلى رأسها السودان، حيث توضع مشاركات السودان في ذيل قائمة الاهتمام دائما. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.